الله استاذ تامر عناد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، ومسي عليك ومسي على ابو احمد ومسي على طاقم العمل كله والساده المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه نتميز فيها كلنا ان شاء الله. ما في شك اكيد وجودك هو من يثري الحلقه هذه، عسى الله يحفظك ان شاء الله، والضيوف اللي اليوم راح ينورونا ويشرفونا. نبتدي مع كرواتيا والارجنتين. اليوم راح يقصون الشريط ان شاء الله في المربع الذهبي. بحكم انك مدرب وطني يعني متميز، عسى الله يحفظك. شلون راح تتوقع يديرون المباراه المدربين الكرواتي والارجنتين؟ شوف، هي صوره طبق الاصل في 2018. جميل. فاز كرواتيا بالثلاثه وصعد لدور الاربعه، يعني كانه مباراه ثأريه. الحين دور نصف النهائي. انا بوجهه نظري ان الحذر راح يشوب هذه المباراه. الفريقين ما حد يقدر يغامر، المدرب الارجنتيني او المدرب الكرواتي، الاثنين راح يكونون حذرين جدا. مباراه حساسه، مباراه ما فيها تعويض، مباراه خطوه للنهائي. انت عارف شنو خطوه للنهائي؟ يعني بطل العالم. فاعتقد راح تكون حذره جدا من المدربين. الكل عنده السلاح في مقاعد الاحتياط، بدله ممكن يغير في تكتيكه. المنتخب الكرواتي يلعب في مجموعه واحده، المنتخب الارجنتيني حتى هو وصل لهذا المركز وهو لم يقدم المستوى اللي احنا نتمناه، ولكن يوجد لديهم اسطوره، يوجد لديهم ميسي. فميسي خلاص ما تقدر تتكلم على مستوى الارجنتين. متى ما كان في يومه انا اعتقد ان المباراه راح تروح للجانب الارجنتيني، بس مباراه صعبه، مباراه حذره. المدربين راح يكونون اكثر حرصا وحذرا من اللاعبين. نعم، يمكن في البدايه كان هناك عند زميلي عبد الله موضوع الاهداف، هو يتمنى يشوف اهداف، انا توقعت ان اليوم ما في اهداف. صعب، ممكن يعني ايش راي حضرتك في ممكن نعم. من صعوبة المباراة ممكن تطلع بالصفر ضربات بس ممكن عندك ميسي ممكن يسجل، عندك لوكا مودريتش ممكن يصنع، في نوعية الهدافين موجودين، وهذا قبل النهائي. يعني ممكن تروح لضربات الجزاء وممكن تنتهي بالاشواط العادية. الفريقين فريقين كبار، نعم. واحد كبير اوروبا وواحد كبير امريكا الجنوبية. الفريقين يملكون عناصر، يملكون نجوم. فانا اعتقد ان مباراة اليوم راح نستمتع فيها حتى سواء كانت فيها اهداف ولا ما فيها اهداف. يمكن كابتن